السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده إن شاء الله هنعمل رز بلبن زي ما انتم شايفين. ازاي يطلع معاكي الرز بلبن كده جميل وزي بتاع المطاعم بالظبط. بصوا، تحفة ما شاء الله، كريمي وروعة ومن غير أي تكاليف. هتعملي أحلى رز بلبن أحسن ما تشتريه من بره، وبيبقى غالي جدا زيادة عن اللزوم. دي كانت علب عندي، كنت جايبة آيس كريم من بره، غسلت العلب دي وعملتها وطبعا العلب ما كفتش، فجبت طبقان تانية من عندي وحطيتها. أول حاجة كده حطيت كوبايتين من المية، عليهم نص كوباية من الرز المغسول. وهبتدي ان انا انزل الرز المغسول بتاعي، يا دوبك عطيته شطفه كده وبعد كده نزلته. لانه نوع حلو، ممكن تستغني عن الشطفه دي لو جايبه مثلا رز الضحى. قلبيه كويس قوي كده في الميه المغليه وسيبيه براحته لحد ما الرزايه تنشف وتاخد السوا بتاعها كامل. تكوني مجهزه معايا سكر واتنين لتر من اللبن وأربع معالق من النشا ومعلقتين كبار من القشطة، معلقتين من اللبن البودر، معلقتين من الكريم جانتيه، وفي الآخر خالص هنضيف الفانيليا وطبعا السكر حسب المذاق. أنا حطيت السكر ده تقدري تحطيه الكمية اللي انتي عاوزاها. بتحبيه مسكر زودي، بتحبي تقللي السكر قللي، براحتك جدا. اهم حاجه ان انت تحطي معلقتين الكريم جانتيه وتحطي كمان معلقتين اللبن البودر والنشا، وتقلبي كويس جدا كل الكلام بعده لحد ما كله يتماسك مع بعضه ويبقى كله. هتلاقي اللبن بتاعك كده بيتخن شويه، كملي عليه وقلبي. اول ما يبتدي يغلي على طول هتطفي عليه، واول ما تطفي عليه هتضيفي الفانيليا. ايه اللي انا بضيفه دلوقتي؟ انا ضفت كل الحاجات اللي قلت لكم عليها وسبت النشا في الاخر، لاني دوبت 4 معالق في كوبايه نشا، ده للاتنين لتر من اللبن. تقدري تحطي لتر لبن ولتر ميه، تقدري تحطي لتر ونص لبن ونص ميه، زي ما انت حابه يعني. خلطي او ما تخلطيش، ده حاجه ترجع لك. انا عن نفسي حطيت كله لبن لان ولادي ما بيحبوش اللبن، فبحب ان انا ادعم الرز بلبن بتاعي اللبن علشان خاطر يكون تغذية وفايدة لولادي. لكن لو حابة ان انت تخلصي مفيش مشكلة. بصوا بقى، اول ما الخليط ابتدى ان هو يتقل معايا على طول حطيت الفانيليا بتاعتي علشان تديله طعم حلو جدا وريحة حلوة جدا. بصوا بقى كده، ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة. جربوا الوصفة ديت وقولوا لي الرز بلبن ده ايه رأيكم فيه. تقدري بعد ما يخلص الرز بلبن بتاعك تقدري انك تزينيه بأي حاجة او تسيبيه سادة زي ما انت حابة. جربوا وقولي لي ايه رأيكم فيه. لو وصلت نهاية الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.